استحوا على وجوهكم إن كان عندكم وجه يا أهل الغدر والنفاق حين تقولون أني أسب عرض رسول الله وأسب الصحابة. فالذي يسب الصحابة هو خالكم معاوية الذي كان يسب وينال من الإمام علي عليه السلام. هذا هو سباب الصحابة. يعني حلال على معاوية سب الصحابة وحرام علينا سب الصحابة. سباب الصحابة هو خالد بن الوليد الذي سب عمرو بن عوف حتى قال رسول الله لا تسبوا أصحابي. يعني صحابي يسب صحابي ولا تريدون مني أن أسب الصحابي المنافق؟ حلال على خالد بن الوليد سب الصحابة وحرام علينا سب الصحابة. سباب الصحابة هو المغيرة بن شعبة الذي كان يسب علي عليه السلام فوق المنبر حتى قام إليه زيد بن أرقم وقال له يا مغيرة ألم تعلم أن رسول الله نهى عن سب الأموات؟ فلما تسب عليا وقد مات؟ يعني حلال على المغيرة سب الصحابة وحرام علينا سب الصحابة المنافقين. السباب الأكبر هو عمر الذي سب خير البشر رسول الله يوم رزية الخميس وقال أنه يهجر. حلال على عمر سب رسول الله وحرام علينا سب المنافق. هل الصحابة شعب الله المختار يسبون من يشاءون ولا يحق لنا أن نسب بالدليل والبرهان من كتبكم؟ عجيب أمركم يا أهل الغدر والنفاق. ألم تشبعوا من تكرار هذه الأسطوانة المخزية قلب الضغاء أن الشيعة يسبون الصحابة؟ أنتم تضحكون على من؟ قلت لكم نحن لا نعيش في زمن الجاهلية، فنحن في عام التكنولوجيا والتقدم. ابحثوا عن أسطوانة جديدة لتنقذوا بها ما تبقى من دينكم الدموي التكفيري الداعشي. وإياكم أن أسمع بعد اليوم وهابي واحد يقول لي أني أسب الصحابة. علم